العموميه كل مره بيدي قوه لمجلس الاداره. يعني لما انا منتخب من 5000 غير لما ابقى منتخب من 10000، لو غير لما ابقى منتخب من 20000. فالنادي الاهلي انا بطلب اول حاجه من الجمعيه العموميه الحضور، والحضور المكثف، ثم انتقاء الاشخاص اللي هيقدروا يقودوا مسيره النادي الاهلي بنجاح كما كانت في خلال المراحل الماضيه. وانا رايي الشخصي كعضو في الجمعيه العموميه بقول اختيار التيم او القائمه او المجموعه اللي هتشتغل مع بعضها، ولازم ننصت الى القياده اللي هي تقود المجلس ده في المرحله القادمه، ونشوف هو عايز ايه، ونحاول ان احنا نوفر الامكانيات، ونحاول نوفر له الظروف والمناخ المناسب لنجاح مجلس اداره في اداء رسالته في خلال الجمعيه العموميه في خلال ال4 سنوات القادمه ان شاء الله. دكتور حسن، انت اخترت القائمه ولا لسه؟ انا اخترت القائمه بتاع كابتن حسن طبعا. اخترتها. طب احنا بقى وعدنا دلوقتي احنا على الهوا عاوزين تبقى موجود، تشرفنا هنا في دريم ونتكلم معاك عن اللوائح وعن القوانين وعن الاحتراف وعن الرياضه المصريه وازاي نرتقي بيها الى العالميه. تدفعوا كام في الحلقه؟ اللي انت رئيس الاتحاد الدولي بياخد باليورو. لا عندنا فرنك سويسرا، احنا في سويسرا. اللي انت هتؤمر بيها يا دكتور حسن. شكرا يا كابتن مصطفى، متشكرين جدا. حياتنا للاسره وللدكتوره ومزيد من النجاح ان شاء الله يا دكتور حسن. البرنامج كله توفيق ونجاح تحت قيادتك القناه العظيمه، وبتمنى للنادي الاهلي تحت قياده الكابتن حسن كل توفيق وكل نجاح في قياده النادي الاهلي العريق في خلال ال4 سنوات القادمه. شكرا يا دكتور حسن. شكرا يا كابتن مصطفى. كابتن حسن عندنا تقرير عايزك تشوفه، هتعلق عليه بعد كده. اتفضل يا محمد. احنا الحقيقه بنثق في الكابتن حسن حمدي، والكابتن حسن حمدي عمل اجتماع مع حكماء النادي وخرجوا بهذه القائمه. انا اللي في رايي قائمه رائعه، ودايما القائمه اثبتت في جميع الانديه ان لما بيكون في قائمه واحده الشغل بيبقى كويس والنجاح بيبقى عالي قوي وفي تفاهم. هذا لا يعني ما فيش اختلاف داخل الغرفه، لكن الاختلاف بيبقى الاختلاف اللي هو الصحي اللي بنقدر نخرج منه بآراء كتيرة وآراء جيدة، وبنقدر إن شاء الله. وقد أثبتت الظروف إن القائمة المرة اللي فاتت الحمد لله نجحت نجاح ممتاز الحمد لله. حضرتك تفتكر مرة اختلف فيها المجلس مع الكابتن حسن حمدي أو الكابتن حسن حمدي اختلف مع المجلس؟ احنا باستمرار كل واحد بيقول رأيه باستمرار. مش قادر اقول لك ما فيش مرة دخلنا الأوضة كنا واحنا داخلين رأي واحد، لكن انا ما افتكرش برضو مرة واحنا خارجين ما كناش رأي واحد. هو ده الجمال. احنا زي ما قلنا ويمكن الكابتن حسن وتعلمنا ان احنا وجودنا في مجلس إدارة النادي الأهلي نمرة 1 ان احنا نحافظ على حقوق النادي الأهلي، نمرة 2 ان احنا نتخير الناس اللي بتدير النادي الاهلي سواء انشطه رياضيه او اداره النادي، الناس اللي هي تحافظ على مبادئ النادي الاهلي، والناس اللي هي تبقى على مستوى اداري محترف، بحيث انها سواء على المستوى الرياضي تحقق بطولات او على المستوى الاداري انها يبقى النادي الاهلي يواكب الانديه العالميه ويواكب الانديه يعني المحترمه في العالم كله. يعني حضرتك احنا شايفين ان القائمه الموحده نازله برضو للمره الثانيه، ده ادى ان الانتخابات الاهلي تبقى هاديه اول مره دي، مش معايا في كده؟ لا انا مش عايز اقول انتخابات هاديه لان ما فيش انتخابات هاديه طبعا، لكن هو الحمد لله النادي الاهلي يمكن كان اول نادي بدا حته القائمه الموحده، والحقيقه لقت نجاح كبير، ويمكن معظم الانديه الكبيره في مصر سارت على هذا الضرب وفعلا حققت نجاحات زي هليوبوليس زي الصيد، فمثالي الزمالك طبعا نادي الزمالك. فانا عايز اقول طبعا ان القائمه الموحده حاجه حضاريه محترمه، لانك انت في الاول والاخر رئيس النادي اللي هو بيقود السفينه بيختار انسب الاشخاص وانسب الناس اللي تقدر تقود النادي في ال4 سنين اللي جايين. كبرنامج انتخابي ما فيش برنامج انتخابي لفرد اولا، احنا قائمه واحده فالبرنامج بيبقى برنامج للكل. الحاجه الثانيه ان احنا مفيش برنامج
للقائمه برضه. احنا بنقول ايه؟ الحمد لله، يعني انا كنت اتشرفت ان انا كنت في مجلس اداره في الفتره السابقه، والحقيقه يعني كان من انجح الدورات اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي الدوره الانتخابيه من 2004 حتى الان. حصل انجازات لا مثيل لها، وحصل مجد جديد للنادي الاهلي في كل المجالات. يعني غير الرياضه طبعا حصل طفره في كل الالعاب وخاصه كره القدم. لو جينا قلنا بقى كنواحي اجتماعيه فيها طفرات كبيره جدا، ما بين منشآت جديده للنادي، مطاعم، لو قلنا حاجات رياضيه، في ملاعب جديده، في صالات مغطاه، في صاله جمباز، صاله كاراتيه، يعني الحقيقه كان في حاجات يعني على اعلى مستوى. هو يعني احنا على مدار التاريخ ما بنقدمش برامج انتخابيه او وعود انتخابيه، انما احنا في خلال الدورات السابقه يمكن يعني اعضاء النادي او الجمعيه العموميه شهدت مشاريع كتير احنا ما وعدناش بيها اتعملت، سواء على في الانشاءات او في مشاريع النادي المختلفه. عمرنا ما قلنا ان احنا، لان احنا بيحكمنا ميزانيه، ما بنبقاش عارفين الميزانيه بتاعتنا الفتره الجايه بيبقى شكلها ايه، انما احنا بنجتهد ان احنا نعمل احسن حاجه للنادي خلال دوره المجلس القادمه ان شاء الله. اولا احنا بنشتغل كمجموعه ومفيش برنامج انتخابي معين، احنا دايما بنقول ان احنا دايما بنعمل ما هو في مصلحه النادي، ايا كان اللي النادي محتاجه بيتعمل. مفيش وعود ومفيش برامج انتخابيه بتقال، لان دي دايما بتبقى حاجات بتتقال ايام الانتخابات واحنا عمرنا ما اتخذنا المبدا ده. طب ليه اختيار القائمه الموحده بالذات؟ دايما لما بتبقى مجموعه من الناس متفقه في الاسلوب الاداء وفي اسلوب المعامله وفي اسلوب التفاهم، بتبقى الامور اسهل شويه ويبقى النقاشات مجديه. طبعا كل واحد ليه رايه وممكن نختلف في الاراء داخل المجلس، لكن لما تبقى قائمه واحده وبفهم فكر واحد وتفاهم بينهم وبين بعض، المشاكل دي عمرها ما بتخرج بره، والمشاكل بيوصل لها حل، وكل واحد بيحترم راي الاغلبيه وبيبقى هو ده راينا. كل واحد مننا بيبقى رايه راي الاغلبيه حتى لو كان رايه داخل المجلس مختلف. فيمكن هي قائمه واحده تسهل علينا مشوار انك انت لازم تركز في انجازات ولازم تركز في كيفيه انك انت تنهض بالنادي وتطور في النادي. لو انجذبنا لحاجات تانية مثل خلافات داخل المجلس، الحاجات دي مش هتظهر، واحنا شفنا ده النجاح قبل كده اللي حصل 4 سنين اللي فاتوا، وان شاء الله نتمنى انه يكمل بنفس الاسلوب. كابتن حسن، يمكن انت شفت التقرير وسمعت بعض كلمات كل واحد من القائمه بتاعت الكابتن حسن. احنا وفرنا عشان انت عاوز تتكلم عليهم طبعا هتتكلم، لكن احنا فضلنا ان احنا نجيب كل واحد ويتكلم على الانجازات اللي حصلت في النادي الاهلي، بدليل ان كل واحد بيقول لك النادي الاهلي عمل مش احنا عملنا، ودي من الحاجات اللي تحسب لمجلس الاداره. انا برضو مش عايز اخش في الانتخابات لان عندي كام سؤال. احنا كنا اتكلمنا على خاصه كره القدم. هل انت كرئيس النادي الاهلي بتحلم عندك الحلم بتاعك ان انت تشوف فرقه الكوره دي شركه مساهمه لوحدها؟ هل دي ممكن تعمل دخل للنادي اكتر من اللي انت شايف في الفتره الحاليه؟ ما هو لازم يبقى في هي مش لفظ خصخصه، لازم توفيق اوضاع بحيث يبقى انت عندك الكوره دي شركه منفصله عن النادي، عن عضويه النادي، ويبقى في لها نظام وتبقى في دوري محترفين لروابط موجوده، وده اللي ناقص الكره المصريه. يعني احنا بنقول عندنا احتراف لكن ما عندناش عناصر الاحتراف، ما عندناش اسس الاحتراف. اعتراف اللاعب الوحيد المحترف يا كابتن حسن. خدناه تعاقدات مع لعيبه بمبالغ معينه ونقعد نجري ورا اللعيبه نشتري ونبيع فيهم والكلام دوت. اللي كان الاساس دوري الاحتراف واساس نظام دوري الاحتراف ده مش موجود للاسف الشديد. يعني هل بالوضع الحالي ده يا كابتن حسن لما تبدا دوري الاحتراف زي ما بيقولوا 2010 دلوقتي بنبتدي اهو، يعني يمكن يعني ابتدينا السنه دي نقول في حقوق لازم يتغير النظام اللي انت ماشي عليه. اتحاد الكره الحقيقه متفاهم هذا الوضع. موضوع البث الفضائي كويس، ابتدى يبقى الخطوط العريضه والاساسيه فيه واضحه تماما. كل الكلام دوت اعتقد انه احنا متاخرين فيه ما يكون من 30 سنه. انت متفائل